عليه موضوع الثمان سنوات. فعشان النهارده اكون انا متواجد لازم اكون متواجد في مستوى اكبر من حته العضو مجلس الاداره. عضو مجلس الاداره خلاص بالنسبه لي خلصت، لان انا اعتبر اقدم من الناس الموجوده، فطلب مني ان انا اخش نائب رئيس لتكمله مسيره النادي، ولو ربنا وفقنا هنكمل مسيره النادي، ما وفقناش اللي بعد ان شاء الله يخدم نادي المريخ. موفق ان شاء الله يا كابتن. بالنسبه للترشيح او المنافس معايا، المنافس اللي معايا راجل محترم، وراجل برضه مهما كان خدم في نادي المريخ 3-4 سنين وقد دوره، وانا برحب بيه ان هو يكون متواجد معانا، وسواء انا نجحت او هو نجح فمكسب نادي المريخ. الحمد لله احنا يعني دايما نادينا متميز بانه بيتم العمليه الانتخابيه بهدوء، باحترام، بادب. بالنسبه لي طبعا الحمد لله انا خلصت كل مدتي، يعني سنوات طويله، وانا يمكن 8 سنين فاتوا كنت رئيس نادي، قبلهم كنت امين صندوق، قبلهم كنت سكرتير نادي، فالحمد لله يعني مؤمن تماما بحته ان هو يعني دايما بيبقى عندنا تواصل اجيال، وده طبعا بالنسبه للائحه الجديده الحمد لله يعني انا سعيد بها جدا، لان المفروض فعلا ان انسان دوره دورتين ويسيب فرصه لاجيال قادمه ممكن ان شاء الله انها تواصل سلسله النجاح وتواصل سلسله العمل اللي بدا في نادي المريخ من سنوات طويله يعني. بالنسبه لمنصب الرئاسه كان متقدم 3 للمنصب بعد عمل الطعون اللي اعقبت غلق باب تقديم الاوراق، وبالفحص اتضح ان فيه 2 من الساده اللي كانوا مقدمين لمنصب الرئاسه لم يستوفوا اوراق الترشيح بالنسبه لاداء الخدمه العسكريه، وتم استبعادهم، واصبح المهندس عاطف موسى يعتبر بالتزكيه هو رئيس النادي. بالنسبه للاعضاء في 2 برضو من اللي كانوا مقدمين لخوض الانتخابات على عضويه مجلس الاداره لم يستوفوا برضو اوراقهم بسبب ذات السبب، وهو عدم استيفاء شرط اداء الخدمه العسكريه. في واحد برضو تحت السن لم يقدم ما يفيد اداء الخدمه العسكريه. بتبقى بنفس الشريفه، والاعضاء هي اللي هتقول الكلمه مش انا اللي هقول. اعضاء النادي والناس اللي في النادي هم اللي هيقولوا مين، وهم اللي هيحطوا صوتهم طبعا. فالواحد ما بيدورش على حاجه، بيدور على مصلحته، ولا لما بدور على مصلحه النادي. طبعا النادي فيه مشاكل كتير، والواحد لازم يقف عشان انا ابن النادي. انا اصلا ابن النادي وخدمت في النادي 20 سنه ولا 25 سنه بخدم في النادي. الحمد لله الواحد معروف، والاعضاء عارفه من ابراهيم عثمان، بس مش كلام اقول له اكتر من الناس تردد صوتها للي يستحق. انا تم استبعادي عشان الجيش، ورق الجيش، فتقريبا هم ما يعرفوش ان اللائحه اتغيرت، فاحنا سالنا هرة ونقدم تظلم يعني، لان موضوع الجيش سالنا فيه ان هو الوقت الحالي يبقى مطلوب للجيش، فما ينفعش اقدم انتخابات، لكن انا دلوقتي معايا اعفاء مؤقت كوني الابن الوحيد لوالدي. سيدي يعني ليه ما فكرتش وانت تحت السن انك تبدا بالعضويه تحت السن بدل ما ترشح على منصب الرئيس على طول، او كان تفكيرك ايه في موضوع زي ده؟ هقول لحضرتك، انا اول حاجه بكالوريوس علوم اداريه، وبحضر دبلومه في تخطيط الاداره، والحمد لله ربنا كرمني في شغلي، فليه لا ان اي شاب يبقى عنده طموح كبير يعني. يعني انت موضوع العضويه تبدا من تحت ليه ما فكرتش فيه خالص يعني المنصب؟ والله انا فكرت فيه، بس انا بصراحه تلميذ للحاج محمد الملاح، فبصراحه هو دعمني، انا قال لي انت ليه ما تدخلش على الرئاسه يعني، ودخلت وربنا المستعان يعني ان شاء الله في الاجراءات الجايه ان شاء الله.